الأهلي قرر غلق ملف إعارة عمر سيد معوض إلى زد أو البنك الأهلي ليستمر مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة بعد فشل ضم جناح تحت السن. طبيب الأهلي نصح ياستروب بضرورة إراحة محمود تريزيجيه في إحدى مباراتي شبيبة القبائل أو الإسماعيلي بسبب الإجهاد وخشية تعرضه للإصابة. جماهير شبيبة القبائل تطالب برحيل الجهاز الفني في حال الخسارة أمام الأهلي بسبب تراجع النتائج الأخيرة. الإقبال الجماهيري على شراء تذاكر المباراة ضعيف، حيث لم يتم بيع سوى نحو 3000 تذكرة بسبب تراجع ثقة الجماهير في الفريق. بعثة الأهلي اصطحبت أحذية مخصصة للأمطار تحسبا لسوء الأحوال الجوية في الجزائر. الأهلي يتمسك بقرار إبعاد إمام عاشور عن التدريبات حتى مباراة الإسماعيلي ويرفض فكرة العفو عنه رغم إصابة زيزو. بعض أفراد الجهاز المعاون يطالبون بمنح مصطفى شوبير فرصة أكبر في ظل تراجع مستوى محمد الشناوي بسبب الضغوط. إبراهيم المنيسي دافع عن المهاجم كامويش مؤكدا أن الحكم عليه مبكرا غير منطقي، وأطالب النجوم السابقين بعدم تحريض الجماهير ضده. وليد صلاح الدين عقد جلسة مع كامويش بحضور مترجم لمنحه نصائح هجومية ودعم نفسي لتحسين استغلال الفرص. الأهلي نفى اقتراب انتقال محمد شريف إلى زد أو الاتحاد السكندري. الأهلي يرى أن التعاقد مع مصطفى قابيل أصبح صعبا بسبب تمسك نادي أربيل العراقي ومدربه باللاعب. تحفظ داخل الأهلي على فكرة إعادة أحمد خالد كباكا من إعارة زد بسبب الحاجة إلى لاعب وسط بمواصفات مختلفة. أحمد عبد القادر رفض التعليق على أنباء عودته إلى مصر عبر بيراميدز أو الزمالك، مع وجود بند يمنح الأهلي أولوية شرائه حال عودته. سيراميكا كليوباترا يسعى للفوز على غزل المحلة لتوسيع الفارق مع الأهلي وبيراميدز والزمالك. نجوم الأهلي السابقون قدموا التعازي لعبد الحميد حسن ميدو بعد وفاة زوجته. حسام حسن يؤدي مناسك العمرة قبل دراسة مواجهة السعودية وإسبانيا وديا في مارس. أحمد الطيب أشاد بقطاع الناشئين في الزمالك، مؤكدا تفوقه رغم الإمكانيات الكبيرة للأهلي وبيراميدز. بشير التابعي أكد أن بيراميدز ليس فريق بطولات ويهدر الفرص بسهولة، متوقعا خسارته الدوري رغم قوة قائمته. التابعي وصف ياستروب بأنه مدرب عادي ولا يظهر تطورا واضحا للاعبين، وانتقد فكرة المداورة بين الشناوي وشوبير، كما رأى أن أحمد عيد أقل من مستوى الأهلي. محمد بركات أكد أن إمام عاشور هو الأفضل في مصر حاليا، وأن تراجع نتائج الأهلي لا يرتبط به بل بوجود مشاكل فنية أخرى. بركات أوضح أن بن رمضان لم يقدم المنتظر، وكوكا يلعب خارج مركزه مما يضعف الأداء الهجومي، واقترح الاعتماد على يوسف بالعمري أو محمد شكري. سوء التمركز والأخطاء الفردية تسببت في استقبال الأهلي أهدافا عديدة، ومنها هدف البنك الأهلي. بركات أكد أن تريزيجيه يقدم أداء قويا ويعد أفضل لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة. جماهير الأهلي تحب إمام عاشور وتقدر تأثيره، لكنها ترفض الوقوف ضد النادي وتطالب بالاكتفاء بالغرامة المالية بدل الإيقاف.